عامله ايه يا ست الكل؟ انا بقى جايلك النهارده هنقول على اكلات وحاجات للناس اللي بتشتغل وبترجع من الشغل مش قادره تقف. فلازم بقى قبل ما نتكلم ونبدا كده تشتركي في القناه وتعملي لايك وتصلي على النبي في الكومنتات. تمام وايه ويلا بينا اقولك. احنا طبعا ما بنرجع من الشغل كده نبقى تعبانين مش قادرين نقف على رجلينا، فايه نعمل اكلات سهله وكمان مفيده لينا وتبقى طعمها حلو. انا بقى جايه النهارده اكلمك عن ايه؟ عن الكبده. هنعمل تتبيله للكبده جميله قوي، نعينها بقى في الفريزر ونرجع من الشغل يا دوبك على طول نسويها، والكبده ما بتاخدش تسويه. اشتركي في القناه اوعي تنسي وتعملي كمان لايك، عشان انا بجد لما بلاقي ناس بتشترك في القناه انا ببسط وبحاول بقدر الامكان اجيب لكم اكلات سهله للناس بالذات اللي بتشتغل وبتتعب، لان الست اللي بتشتغل دي المفروض تتحط تاج على الراس. انا جايبه نص كيلو كبده قطعتها شرايح كبيره، اوعي تنسي تشتركي في القناه. تمام يعني جبت شرايح قطعتها حتت كبيره كده زي ما انتوا شايفين. تمام جبت النص كيلو وقطعته، طبعا خد مني وقت لان انا طبعا ببقى ان هو رقيق. ادي نص كيلو تقطع. تعالوا بقى نحط التتبيله بتاعتنا. هنبدا نحط ايه بقى؟ هنحط شويه كزبره. انا حاطه كله بنفس المعلقه عشان يبقى نفس المقدار. حطيت كزبره. بعد كده رحت جبت ايه؟ حطيت الكمون بتاعي. تمام انا بحط كله بنفس الكميه، يعني معلقه 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 عشان يبقى كله زي ايه بعضه. وحطيت شويه فلفل اسود. يبقى انا هنا حطيت كزبره وكمون وفلفل اسود، وعصرت طبعا ليمونه عليها عشان خاطر لو فيها زفاره او كده. طبعا بصوا انا عايز اقولكم ان عصرت الليمونه جامد، طلعت كل اللي فيها. اوعى تنسي تشترك في القناه. تمام عصرت ايه؟ نعيد تاني المكونات. عصرت ليمون وحطيت فلفل اسود وحطيت كزبره وحطيت كمون. تمام حضرت حوالي على نص كيلو ده حوالي ليمونه كامله، مش نص، بيبقى ليمونه كامله عشان خاطر الزفاره. لو كيلو يبقوا ليمونتين. وحطيت ربع كوبايه خل ومسكتها كده بقى قلبتها بالمعلقه وايه وركنتها جنبي. بعد طبعا ايه ما حطيت الملح عليها، رحت ركناها كده بقى جنبي شويه حلوين، حبه حلوين كده. هنعيد تاني التتبيله عشان الناس ما تنساش. هنحط كزبره وهنحط كمون وهنحط فلفل اسود وهنحط ليمونه. ده لسه في حاجات تانية. يبقى هنا كزبرة فلفل اسود كمون ليمونة ربع كوباية خل، وبنقلبهم ونسيبهم في التتبيلة. بجيب طاسة فيها شوية زيت، بس انا حطيت شوية زيت كتير، بس هو المفروض شوية يعني ممكن حوالي 3 او 4 معالق. وبعد كده بكون حاطة ايه؟ بعد ما لقيت الزيت ابتدى يغلي يسخن حطيت الكبدة وهبدأ اشوح فيها. لسه في تكات تانية. واحده واحده هبدا ان انا ايه؟ اقلب في الكبده عشان تاخد صدمه وتغير اللون بتاعها، تبقى باللون الجري ده اللي هو اللون الرمادي زي ما انتوا ايه شايفين كده. وهكون انا ايه جايبه حوالي 3 او 4 فصوص توم فرماهم. تمام هبدا بعد كده اما اقعد اقلب فيهم كده اللي ابتدت تخش في السوا هبدا اضيف ايه؟ التوم عليها، عشان طبعا عايز اقول لكم ان التوم بيديها ريحه تحفه، ريحه تحفه. تمام انا كده يعتبر بقى ايه حطيت التوم وابتديت لقيت التوم ابتدى ايه؟ يتحمر. تمام اروح كنت انا بقى ايه قطعت فلفلايه كده الوان، مش الوان اللي هو الفلفل الحار اللي لونه احمر، او ممكن تحطي الاخضر او تحطي الاتنين هيبقى شكله حلو فين معاكي في الكبده. تمام هتبداي ان انت ايه؟ معلش يا جماعه ده صوت المازنجر لو كان طلع في الفيديو. المهم هقعد بقى اقلب لحد ما الاقيها ابتدت تدخل في ايه؟ في السوا. هكون انا عقبال ما اسيبها تخش في السوا اروح اكون عملت طحينه وعملت بطاطس محمرة عشان تبقى الوجبة بتاعتي بقى. دي احلى اكلة انا بحبها. تاكليها بقى بالعيش الفينو بالعيش البلدي، تعملي رز. المهم ايه؟ تشتركي بقى في القناة بسرعة وبألف هنا. ايه رأيكم؟